تعرقل صدور هذا البيان. إن الأرض والشعب والقيم المشتركة هي الثلاثية الذهبية الدائمة للوطن، ووحدة القانون والإنماء المتوازن لا يحميها سوى المؤسسات الشرعية التي لا شريك لها في القرار والتنفيذ سياسياً وعسكرياً. سليمان كرر مطالبته باعتماد ما يعرف بإعلان بعبدة ضمن البيان الوزاري للحكومة، وهو إعلان جرى الاتفاق عليه بعد طاولة الحوار اللبنانية عام 2012. أما بالنسبة إلى ما حصل من تجاوز للمطلب القاضي بإدراج إعلان بعبدة صراحة في البيان نفسه والاكتفاء بذكر ضرورة تنفيذ مقررات هيئة الحوار الوطني التي انعقدت في القصر الجمهوري في بعبدة، أطمئنكم وأؤكد لكم إن إعلان بعبدة أصبح من الثوابت. وفي المقابل قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد للصحفيين إن الرئيس له الحرية في أن يقول ما يشاء. كلام رعد جاء بعد زيارته رئيس الحكومة تمام سلام، حيث تمنى الإسراع في إنجاز البيان الوزاري لها. من جهته قال وزير المال علي حسن خليل إن المقاومة من الثوابت بالنسبة إلينا. حول هذا الخطاب لرئيس الجمهورية اللبنانية وتداعياته ينضم إلينا هنا في الاستوديو الكاتب في جريدة النهار أستاذ إبراهيم بيرم. مساء الخير. مساء النور. ما معنى أن يقول رئيس الجمهورية أن يشبه هذه المعادلة يقول أنها خشبية؟ ما معناها؟ ما أبعادها برأيك؟ لا شك أن يعني دخيلي على الخطاب السياسي للرئيس سليمان. نحن بنعرف أنه من زمان أطلق سلسلة انتقادات الرئيس ميشيل سليمان تجاه يعني ثلاثي اللي اعتبرت ذهبية، الجيش والشعب والمقاومة، ولكن أن يصفها بهذه الصفة حقيقة يعني لا يمكن أن نقرأه إلا أنه تصعيد في مرحلة تصعيدية إذا صح التعبير، وأنه استدراج عروض أو ورقة انتساب إلى مسألة تسمى التمديد والتجديد لرئيس الجمهورية. في هذا الإطار توضح بهذا الإطار ولا يمكن أن نفهمها غير ذلك. هو بهذا الكلام حقيقة يعني يبدد جهدا ونضالا بذله مقاومون الشرفاء على مدى أكثر من 30 عاما في الجنوب اللبناني. هذه ليست لغة خشبية، هذه لغة حارة، لغة يعني موجودة وحيوية، موجودة لدى قسم كبير من الشعب اللبناني ومدار افتخار. بحقيقة الأمر يعني هذا الكلام سلبي جدا، هذا الكلام بدد احتمالية التمديد له أيضا؟ لا، هذا ورقة انتساب للتمديد أو استدراج عروض للتمديد، لأنه إذا بدك تقريه يعني خلال 6 أشهر لورا يعني كلام الرئيس سليمان حيال هذه المسألة، يعني مسألتين، مسألة ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة ومسألة الإعلان بعبدة. يعني واضح بأنه هذا الكلام يعني يستدرج به عرض للتمديد. مسألة التمديد رغم كل ما قاله الرئيس وكل ما قاله المحيطون بالرئيس أنه لا يرغب بها وأنه يتمنى لحظة يغادر فيها وأنه يهيئ خطاب المغادرة، أنا أعتقد أنه يعني غير دقيق وأنه ما زال ينتظر هذه اللحظة. والغريب حسب معلوماتنا أن الفرنسيين هم الوحيدون الذين يشجعونه على هذه المسألة. وبتعرفي في مؤتمر بباريس 5 آذار، وبالتالي يعني لا يمكن أن نفهم هذا الكلام بهذه المرحلة بالذات إلا أنها يعني يمكن أن تكون آخر المحاولات أو أقصى المحاولات إذا صح التعبير للحصول على وعد بالتمديد. والغريب أنه هو وعد الفرنسي يعني فرنسي وسعودي وخليجي عموما بهذه اللحظة يعني هو عم بيراهن عليها، مع أن يعني تشكيل الحكومة يظهر بأن حصل توافق في مكان معين بين كل هذه الأطراف. في رأيين حقيقة حيال هذه والأجواء يعني تتجه يعني كما نشعر إلى نوع من عدم التصعيد. لا، هل تفهم الأمور كانت الأمور إلى حد يعني قبل 4 أو 5 أيام وكأن الأمور سائرة يعني تلقائيا نحو صدور البيان الوزاري، على اعتبار أنه تم الاتفاق على صيغة تتعلق بالمقاومة، بثلاثية المقاومة، وبجهد من الرئيس نبيه بري وجهد النائب وليد جبلاط. فجأة من خارج كل السياقات ظهرت مسألة بيان بعبدة، وتبين لاحقا إعلان بعبدة، وتبين لاحقا بأن وراء هذه المسألة إدراجها بهذا الشكل هو الرئيس سليمان. الأمر الذي أوحى لنا كمراقبين بأن الرجل يريد عرقلة إصدار البيان الوزاري ومن ثم يريد عرقلة
أن تكون هناك حكومة يعني شرعية مكتملة المواصفات إذا صح التعبير. في الواقع أنا أسألك أستاذ إبراهيم عن موضوع التصعيد أو تهدئة الأمور، لأن بعد كلام الرئيس ميشيل سليمان خرج الوزير وائل أبو فعور وهو من كتلة النائب وليد جنبلاط، يعني يقول بأن الاتفاق ربما أصبح أقرب. سأسألك عن هذا الموضوع، ولكن بعد أن نعطي فكرة للمشاهدين كيف بدأت فكرة أو إدراج قضية المقاومة في الحكومات اللبنانية بعد اتفاق الطائف، وكيف تحولت أيضا هذه القضية إلى خلافية بعد أن كانت محط إجماع كلي في لبنان. حسن حجازي. قبل اغتيال رفيق الحريري لم تكن قضية المقاومة في لبنان بحاجة إلى نقاشات مستفيضة في البيانات الوزارية للحكومات المتلاحقة. زلزال اغتيال رئيس الحكومة الأسبق أطاح بكل المسلمات. اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية نص على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي. بناء عليه حضرت المقاومة بثبات ودون جدل في البيانات الوزارية تحت صيغ متنوعة، من دعم المقاومة الباسلة إلى حق الشعب اللبناني في المقاومة الوطنية المشروعة، إلى حق لبنان حكومة وشعبا في التصدي للاحتلال، وصولا إلى الحفاظ على إنجاز المقاومة بعد تحرير الجنوب